صباحكم فل. الناس اللي دايما بتتدخل في حياتنا بطريقة تضايق كل الناس، بطريقة لطيفة، يعني اللي هو أنا قلبي عليك، أصلا أنا شايف حاجة أنت مش شايفها. اللي بيحبك ما بيوجعكش، حتى لو بطريقة لطيفة مش بيوجعك. بيقولها لك من غير ما تتوجع، بيقولها لك بطريقة إيجابية بحيث يحفزك. الإنسان اللي دايما يقولك الحاجة على أساس إنه هو أضرب مصلحتك ويوجعك، ده ما بيحبكش ولا عمره هيحبك. ده بيحب نفسه وبيفرض سيطرته عليك. وفي علم النفس، لأن أنا دلوقتي بقى أشتغل كتير مع ناس يعني من اللي هم بيعالجوا معالجين نفسيين، ففي علم النفس الواحد عايز يفرض سيطرته على اللي قدامه. في واحد بيفرض بالقوة، في واحد بيفرض بالكلام اللطيف، في واحد بيفرض سيطرته عليك بقلة الأدب، في واحد بيفرض سيطرته عليك إن هو الوحيد اللي بيفهم وانت للأسف يعني ما بتفهمش، مع إن كل الناس عندها مخ وبتفهم يعني. لكن الناس اللي زي دي ابعدوها من حياتكم، لأن دول بيبقوا ناس سلبيين وعايزين يا إما يسيطروا عليكم يا إما يوجعوكوا ويقرفوكوا، بس بطريقة لطيفة، زي تشرب شاي ولا تنام خفيف. فناموا خفاف احسن منهم، وبلاش تشربوا شايهم. صباحكم فل. رشا امين.